بعد ما بيفضلوا 7 سنين مستخبيين من الوحوش، اكتشفوا ان هم الوحوش. بنبدأ فيلمنا مع طفلة اسمها ستيبني، وبنشوف انها عايشة في البيت لوحدها مع لعبتها فرانسيس، واللي بتبقى بتعامله على انه صديقها، فبتلعب معاه طول اليوم وبتحضر له الاكل معاها. وتاني يوم بتمارس ستيبني نفس الاحداث، بتتكلم مع فرانسيس وبتلعب معاه طول اليوم وبتحكي له قصة قبل النوم. وفي يوم وهي جوه الخيمة بتاعتها بتسمع صوت وحش فبتترعب وبتكتم نفسها، وبعد الصوت ما بيختفي بتخرج تبص من الشباك وتقول لفرانسيس ان في الغابة بيعيش وحش من زمن بعيد، واول ما يسمع صوته لازم يسكت خالص والا هيأذيه. وبتقول له لازم يسمع كلامها لانها امه هتحميه. وهي بتلعب مع فرانسيس في حديقة البيت بنتفاجئ بأرنب بيقرب منهم، بتفرح جدا وبتروح تجيب له اكل لكنه بيختفي وبيجري، فبتتضايق ستيبني جدا. وهي بتغسل اسنانها بالليل النور بيقطع عن البيت كله، وفجأة بتلاقي ولد شكله غريب بيحرك راسه بسرعة رهيبة وبتفضل تصرخ، وبيطلع انه كابوس وبتقوم من النوم مفزوعة. وبعدها بتسمع صوت الوحش تاني فبتدخل لأوضة مقفولة وبتمسك ايد جثة على السرير وبتعتذر لها. وفي يوم بتقرر انها تعمل حفلة في البيت وبتلبس فستان سواريه، وبتخرج باقي الالعاب من الدولاب، وبتلاقي ان الشباك اتفتح لوحده، فبتسأل فرانسيس لو هو اللي فتحه وبتروح تقفله. لكن وهي راجعة للترابيزة بتتفاجئ بنقط دم بتوصلها لجثة الارنب اللي كان في الغابة، فبتغضب جدا وبتروح للجثة وبتاخد مضرب وبتفضل تضرب فيها، وبتقول له ان باباها قال لها ان هو اللي كان هيحميها والمفروض ما كانش يموت. وبنتفاجئ ان الغطا اللي على الجثة بينزل بالتدريج وبيظهر قصادها وش مشوه شكله مرعب، فبتصرخ بأعلى صوت. وتاني يوم بتصحى تلاقي نفسها في اوضتها وبتقضي يوم ممل جدا، فبتقرر انها تنزل قبو البيت علشان تجيب العاب، وبتقول لفرانسيس انه يحرسها عند الباب ولو سمع صوت ينبهها، بما ان فرانسيس لعبة ومش بيتكلم. وبتسمع ستيبني صوت وحركة شديدة في القبو، فبتاخد الصندوق وبتروح بسرعة وبتولع شموع في البيت كله لان النور قاطع، وفيه برق ورعب شديد واصوات حركة في البيت كله، وبتبقى الشبابيك مفتوحة وفي مية في الأرض. وبتصحى ستيبني وبتاخد فرانسيس معاها وبتكتم نفسها، وبتلاقي إن صوت حركة البيت بيزيد، فبترجع لخيمتها وبتفضل كاتمة صوتها لغاية لما بتلاقي شخص ظهر قصادها، فبتجري عليه وبتقول له بابا وبتحضنه، وبتكون مامتها معاه وبيطمن عليها انها كويسه، وبيناموا هما الثلاثه على سرير واحد. وتاني يوم بتصحى ستيبني وما بتلاقيش الجثه في الاوضه، فبتتضايق جدا وبتنزل تدور عليها في الغابه، وفعلا بتكتشف ان باباها دفن الجثه، ولما بتحاول تخرجها ما بتعرفش، فبتغضب جدا وبتروح تلوم باباها انه ساب بول يدفن بعيد ويبعد عن البيت. فبتزعق لها مامتها وبتقول لها انها لازم تفضل تحت عينيهم عشان يحموها. ولما بتدخل البيت بتعتذر لها مامتها انهم سابوها في البيت لوحدها، فبتقول لها انها عذراهم لانهم افتكروا ان الوحش لبسها هي كمان. وبتقول لها ان الوحش في الغابة حواليهم، ولو عملوا دوشة الوحش هيجي ولازم يكتموا صوتهم ويستخبوا في اي مكان معزول. وبعد كده بتشوف ستيبني باباها وهو بيعمل جدار من الاخشاب علشان يحمي بيتهم من الوحش اللي في الغابة، وبتبقى ستيبني قلقانة جدا، وبيوصل قلقها لباباها فبيطمنها ان الجدار ده هيقدر يحميهم، فبتجامله وبتقول له على اي حال هو شكله حلو. وبالليل بتقضي العيله وقت ممتع مع بعض في البيت، بياكلوا فشار وبيتفرجوا على كرتون مع بعض، لكن فرحتهم ما بتكملش لانهم بيتفاجئوا بازاز الاوضه مكسور وجثه بور رجعت لمكانها تاني على السرير. وبتبقى مامة ستيبني منهارة من العياط والرعب، ولما بيتكلموا مع بعض على العشاء بيعرفوا ان الوحش هو اللي رجع جثة بول للأوضة. وبتقول لهم ستيبني انها عارفة سبب رجوع الوحش للبيت كل شوية، وهو انه عاوز ياخدها معاه. وبعد كده بتسأل ستيبني باباها ليه سابها ومشي، فبيقول لها انه كان خايف وعارف ان بنته قوية. وبتدخل ستيبني أوضة مامتها وبتلاقي صور كتيرة خاصة بعلم الأحياء، ولما مامتها بتدخل الأوضة بتستخبى بسرعة علشان ما تشوفهاش. وبعدها بتسمع ستيبني باباها ومامتها بيتكلموا مع بعض عن طريقة لحمايتها، وهي انهم يعملوا لها عملية لكنها بتكون خطر جدا. وبتفضل ستيبني تصحى مفزوعة على صوت الوحش كل يوم. وفي يوم بتصحى ستيبني وبتلاقي ان البيت كله ضلمة، وبتفضل تدور على باباها ومامتها لكن مش بتلاقيهم. وفجأة بتلاقي باب الأوضة بيتقفل، ولما بتفتحه بتلاقي باباها واقف وبيكلموها بصوت مرعب ورقبته بتلف.
وبتصرخ بصوت عالي وبيطلع انه كابوس، وبتصحى من النوم بتصرخ وبتقوم تدور على باباها ومامتها في البيت فمش بتلاقيهم. واول لما بيظهر باباها قصادها بتجري تطمن عليه وهي مفزوعه، وللاسف بيسحبوا الوحش بره البيت فبتشيلوا مامتها بسرعه وبتجري بيها علشان يستخبوا وبيكتموا صوتهم. ولما بتقوم مامتها تتاكد ان الوحش مشي بتتسحب هي كمان، وبتحاول ستيفاني انها تهرب وبتنط هي وفرانسيس من الشباك وبتقع على رجليها وبتتألم، لكنها بتقاوم الألم وبتحاول انها تقوم تمشي وتتسلق الجدار الخشب اللي باباها بناه. فبيظهر باباها ومامتها وبيحاولوا يمنعوها، وبتكتم مامتها نفسها بالمنديل علشان الوحش بيقرب على صوتها، والأرض بتتشقق حواليهم وبياخدوا ستيفاني وبيدخلوها البيت. وبيتكلم معاها باباها ومامتها وبيقولوا لها انها عندها مرض بيخليها تشوف حاجات تخليها تتصرف بشكل غريب، وبيقولوا لها انهم عاوزين يعملوا معاها تجربه وبينوموها مغناطيسيا، وبيسالوها عن يوم قتل بول اخوها فبتقول انه عصبها. وبعد كده بدا الوحش يعمل له صوت عالي وقتل بول، وفي نفس الوقت اللي بيتكلموا فيه بيبقى البيت بيتهز بسرعه جدا واصوات الوحش بتعلى. ولما بتفوق ستيفاني لون عينيها بيتغير وبتقول لهم انا ستيفاني، وفجاه النجفه بتقع فبتجري مامتها عليها وبتديها حقنه مخدره، وبسرعه بينقلوها الاوضه مجهزه علشان يعملوا لها العمليه ويشيلوا الجزء المسؤول عن القوى الخارقه اللي عند ستيفاني. واول ما بيبداوا اول خطوه في العمليه بتفتح ستيفاني عينيها وفجاه الازاز بيتكسر وبيعور باباها، وبالليل بتحاول مامتها تخنقها بالمخده لكنها مش بتقدر. وتاني يوم بيقرر باباها انه ياخدها ويتمشوا في الغابه وبتودعها مامتها، وهم بيتمشوا مع بعض بيقول لها باباها ان فيه وحش ما عندهوش جسد وبيستخدم جسدها هي، وان في اطفال كتير في العالم زيها. وبتفضل ستيفاني تعتذر لباباها، ولما بيبداوا يشربوا العصير بيقع العصير من ايد ستيفاني وبيبدا شكلها يتغير، فبيحاول باباها يطلع المسدس لكنها بتقول له انها هتقدر توقف الوحش، وفعلا بترجع لطبيعتها. لكن بعد ثواني بتتحول تاني وبتقول لباباها اقتلني لو تقدر، فبيصوب المسدس عليها بسرعه وهو مرعوب وبيضربها كذا طلقه. ومن ناحيه تانيه بتبقى مامتها في البيت منهاره، ولما بيرجع الاب البيت بيتفاجئوا ان ستيفاني بتكسر باب الجدار الخشب وبتدخل البيت، فبيطلب الاب من مراته انها تطلع تستخبى، فبتخبط ستيفاني بابا في الباب وبتطلع تنزل مامتها بالقوه الخارقه وبتفضل تحركهم في الهواء، وبتنزل سكينه من الحيطه على ظهر باباها وبتقول له خليك مكانك، وبتكسر رقبه مامتها، وبتفضل تحرك السكينه في ظهر باباها وبتقول له المفروض ما كنتوش ترجعوا. وبعد كده بتكسر البيت كله وبتسحب باباها ومامتها لنفس المكان اللي اتدفن فيه بول، وبتدوس على فرانسيس وبتمشي، وكل ما تعدي من جنب بيت بتدمره. وبكده بينتهي فيلمنا النهارده. يا رب تكونوا استمتعتوا معانا، استنونا في فيلم جديد على قناتنا.